في شويه حاجات كده انا ندمان عليهم جدا 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 من قبل ما ادخل كليه هندسه. انا عارف ان انت حلم حياتك ان انت تدخل كلية هندسة وتفرح اهلك وتشرف نفسك وتشرف اهلك قدام الناس وترفع راسهم وكل حاجة، وده كلام جميل جدا جدا جدا. اي حد في الدنيا محتاج ان هو يعمله، ونفسه ان هو يعمل ده علشان يفرح اهله. ولكن قبل ما تدخل كلية هندسة، تعالى بقى اقول لك كده شوية الاخطاء اللي انا وقعت فيهم قبل ما ادخل كلية هندسة. حاول ان انت تتجنبهم علشان تعرف ان انت تمشي في كلية هندسة لو ربنا كرمك ودخلت كلية هندسة. طبعا احنا كدبلوم صنايع التعليم بتاعنا تحت بير السلم. انا دايما بطلع اقول كده، ويعني انا مش هغير كلامي، لان احنا مقارنة باي حد تاني يا جماعة والله العظيم احنا تفكيرنا، يعني لو هما الليفل بتاعهم هناك كده احنا الليفل بتاعنا تحت هناك كده، في من ناحية الدراسة، من ناحية التعليم، من ناحية الافكار، من ناحية كل حاجة. انت عقليتك كويسة نوعا ما اذا كانت في المواد اللي انت بتاخدها، اللي هي المواد العملية او مواد التخصص. ولكن انت من الناحية التانية المواد الاساسية بالنسبة لك ملط خالص، زي الرياضيات زي الانجليزي، انت حرفيا ملط في المواد دي. وما تطلعش بقى تعمل لي فات النين مجنح وتقول لي انت ازاي بتقارننا بتاع ثانويه عامه، وازاي ان انت تقارننا باي حد تاني. احنا اجمد منهم. انا عارف ان انت اجمد منهم في حاجات كتير، ولكن انت بتتكلم في اساسيات كلية هندسة. يا جماعة كلية هندسة مش معتمدة على مادة زي آلات كهرباء اللي انت بتدرسها في قسم كهرباء، مش معتمد على مادة ميكانيكا اللي انت بتدرسها مثلا في ميكانيكا او في سيارات، مش معتمد على الرسم الفني كمان اللي انت بتاخده في اي تخصص انت فيه في المدرسة. كلية هندسة مش معتمدة خالص على الرسم الفني او الرسم الهندسي اللي انت بتاخده في المدرسة. كلية هندسة بتعتمد في اعدادي هندسة على اهم مادة في مواد كلية هندسة كلها، هي مادة الرياضيات الماثماتيكال، اللي انت حرفيا كطالب تعليم فني صناعي انت ملط في الرياضيات. لو قلت لك قول لي جدول الضرب بتاع السبعة والله ما هتعرف ترد عليا. يا عم خد مسألة رياضية هي من الدرجة الاولى حلها والله ما هتعرف تحلها. احنا كتعليم فني يا جماعة خلينا نكون كده متفقين ونقول الصراحة، احنا ملط في التعليم بتاعنا تحت بير السلم. يعني الا من رحم ربي، في طلبه بتبقى بتجتهد مع نفسها كده، بيروح يتفرج على فيديوهات على اليوتيوب، طلبه متفوقه عايزين يتفوقوا علشان يبقوا احسن من اي حد حواليهم. دولت كده ايه يعني قليلين قوي يتعدوا على الصوابع في جنب كده، انما كمنظومه كليه لا احنا التعليم بتاعنا بايظ خالص. طيب لو ربنا كرمك ودخلت كليه هندسه، قبل ما تدخل كليه هندسه لازم تعمل حاجتين مهمين قوي. وانا دلوقتي اهوت بتخرج من كليه هندسه وندمان ان انا ما عملتش ده قبل ما ادخل كليه هندسه، او خليني ما اقولش ندمان، خليني اقول ان مفيش حد وجهني قبل ما ادخل كليه هندسه ويقعد معايا قاعده كده محترمه زي ما انا قاعدها معاك دلوقتي. كل سنه وانت طيب الاول يعني، رمضان كريم عليك وعلى الاسره الكريمه. وانزل اعمل لايك للفيديو، اللايك بتاعك هيبسطني يعني، يعني هيخليني ان انا اعمل لك فيديوهات اكتر. ولو انت مش مشترك في القناه ادخل اشترك في القناه يا عم، مجانا اهو ببلاش، وهنعيد مع بعض الفتره اللي جايه، ولو عايز عاديه عادي مفيش مشكله، يعني ايه المشكله هنعيد على بعض. طيب خلينا نرجع بقى تاني للموضوع. ال- الفلو قطعه الكلام دي بوظ الدنيا يعني. طيب خلينا نرجع تاني لموضوعنا، الحاجتين الاساسيين اللي انا قلت لك عليهم. خليني اقول لك ان انا مش ندمان نوعا ما، ولكن كنت عايز حد يقعد معايا يفهمني الليله ديت بتتكلم عن ايه. والله كليه هندسه ده يا معلم انت محتاج تعمل فيها واحد اتنين تلاته اربعه، لان الموضوع مش عبثي والموضوع مش عشوائي. انت بتتكلم في كليه هندسه، حجم كليه هندسه حجمها كبير، من اهم الكليات في العالم، مش هقول لك بس في مصر ولا في الوطن العربي. ليه؟ اصلا مجال الهندسه ده هو اساس الحياه اللي احنا عايشينها. البيت اللي انت قاعد فيه ده لولا مهندس المدني او مهندس المعماري ما كنتش تعرف تقعد في البيت. لولا مهندس التكنولوجيا انت ما كنتش هتعرف تمسك التليفون اللي في ايدك واللابتوب. لولا مهندس النقل والمرور ما كنتش هتعرف تشوف النظام او النظام اللي بيحصل في هندسه المرور والطرق والكباري، وازاي تنظم عربيات المرور واشاري المرور، ما كنتش هتعرف تعمل ده. هندسه الطيران ما كنتش هتعرف تركب طياره علشان تسافر. فانت لو جيت تبص حواليك، هندسه الميكانيكا ما كنتش هتعرف تركب عربيه علشان الميكانيكي هو اللي بيعملها، او هندسه الميكانيكا بتدخل بشكل كبير. هندسه الكهرباء انت ما كنتش هتعرف تقعد في النور ده لولا مهندس الكهرباء هو اللي بيجيب لك النور لحد عندك. فانت بتتكلم ان المهندس هو اساس المجتمع اللي انت عايش فيه ده. لولا وجود المهندس انت ما كنتش هتعرف تعمل اي حاجه في المجتمع اللي انت عايش فيه. فعلشان كده كليه بحجم كليه هندسه هي كبيره وتقيله قوي. انت عليك انت كطالب بالذات لو انت كنت تعليم فني، هندسه تقيله عليك جدا 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 جدا. طيب
رقم واحد من كلامي ده انت تستنتج حاجة مهمة جدا. لازم تدخل كلية هندسة وانت كويس قوي في الرياضيات، لان زي ما قلت لك كلية هندسة بالذات في اعدادي هندسة اول سنة بتعتمد على الرياضيات. انا كنت بعاني جدا 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 في الرياضيات في اعدادي هندسة، وشلت رياضة واحد. خلينا نكون صراحة مع بعض، دخلت شلت رياضة واحد في اعدادي هندسة لان انا ما تعرضتش لده قبل كده. الرياضيات نوعا ما هي سهلة، ولكن سهلة للطالب بتاع ثانوية عامة لانه متأسس صح، متأسس بيرفكت. انما انت داخل ملط ما تعرفش اي حاجة، فبتتعرض لرياضيات وفيزياء وكيمياء ومواد تقيلة وميكانيكا واستاتيكا وديناميكا، فانت بتتعرض لمواد انت عمرك في حياتك ما تعرضت ليها وما عندكش الاساسيات. فانت طبيعي ان انت لازم هتعاني، هتنزل تاخد كورس واتنين وتلاتة وتيجي تبص تلاقي نفسك شلت المادة في الاخر. بس انت لو اجتهدت هتلاقي ان الموضوع بيمشي معاك، بس في الاول هتعاني اول ترم على الاقل او اول ترم ونص. لو انت ملتزم بجد حرفيا في كورساتك في مذاكرتك هتلاقي نفسك بقيت تتخطى مرحلة الصعوبة ديت، وبدأت ان انت فعلا تتحسن في الكلية. الرياضيات تلاقيها داخله في الفيزياء، تلاقيها داخله في الكيمياء، قصدي في الميكانيكا، تلاقيها داخله في مواد كتير قوي. فالرياضيات بالنسبه لك هو العنصر الاساسي اللي انت المفروض تبقى داخل معاك الاساسيات بتاعته. والله هتيجي بقى في الاجازات، هتيجي مثلا تنزل تاخد كورس في اجازه معينه عشان تطور نفسك. مهم يا جدعان ان انت تركز على الرياضيات، وبعيد وازيد والله العظيم هتعاني لو انت دخلت بالرياضيات اللي انت بتاخدها في الدبلوم، او لو انت ملط في الرياضيات ودخلت هندسه هتعاني جدا جدا جدا. من الناحيه التانية بتاع ثانوي عام ما بيتاثرش بحوار الرياضه ده، هو الولد داخل اصلا جينيوس كده، عبقري في حوار الرياضيات، وتديله اي مساله حسابيه يحلها لك في ثانيه ويوجد لك حلول، ولو اتزنق مثلا في حته معينه في المساله الحسابيه يعرف يخترع لها اجابه علشان يحلها بشكل منطقي وشكل كويس. انت كويس في الرسم من اول سكشنين او اول 3 سكاشن، بتيجي تبص تلاقي الولد بتاع ثانويه عامه ده، يعني انا بقول ولا اللي هو احنا اخوات يا جماعه، يعني فاهم اللي هو ما تقولش ولا وبتاع، لا انا بقول ولا اللي هو اخوات. تمام. فالناحيه التانية بتاع ثانويه عامه تلاقيه بعد سكشنين 3 بقى بيرسم احسن منك بكتير. فانت كليه هندسه مش معتمد على الرسم الهندسي بتاعك، لازم تبقى كويس قوي في الرياضيات. دي اول نقطه. انا كنت عايز اقول نقطه كمان هنا في الحته ديت بس هي طارت من دماغي دلوقتي، بس هحاول ان انا استنتجها تاني معاك في الكلام دلوقتي. تاني نقطه دي من اهم الحاجات المهمه جدا بالنسبه لي، لان ديت اثرت عليا لما دخلت كليه هندسه. قبل ما تدخل كليه هندسه اهو بعلي صوتي كمان اهو، قبل ما تدخل كليه هندسه او اي مجال انت هتكمل فيه بعد الفترة اللي انت فيها دلوقتي، اذا كنت ثانوية عامة او كنت دبلوم او ايا يكن، يعني لازم تبقى دارس كويس المكان اللي انت رايح فيه، لازم تبقى عارف انت عايز تتخصص ايه هناك. لازم يعني خلينا نتكلم من ناحية لو انت عايز تكمل كلية هندسة، دخلت كلية هندسة برافو عليك، فرحت اهلك ورفعت راسك كده، كنت دبلوم وكافحت وعملت كل حاجة تقدر عليها ودخلت كلية هندسة، الله برافو عليك. هتعمل ايه بقى في كلية هندسة؟ رحلة 5 سنين، قد يكونوا 6 سنين، قد يكونوا 7 سنين، الطبيعي الناتشرال عادي جدا يعني. هتعمل ايه هناك بقى؟ ايه التخصص اللي انت عايز تدخل فيه تقضي فيه 5-6 سنين؟ يا عم ربنا يخليهم لك 5 سنين، بلاش ايه حتة 6 سنين ديت، ان شاء الله تجتهد وربنا يكرمك وتعدي في 5 سنين. 5 سنين مش قليلين. هتقضي 5 سنين ازاي في الكلية؟ تعال اقول لك. انت دلوقتي في عندك سنة اسمها اعدادي هندسة، اعدادي هندسة ديت تقديرك فيها هو اللي بيحدد لك التخصص اللي انت هتكمل فيه. طيب لو انت داخل بقى عمياني على عماك، ما تعرفش اي حاجة، مش عارف هتخصص ايه، مش عارف هتخصص مدني ولا عمارة ولا كهرباء ولا ميكانيكا، انت داخل مش عارف. انا اتبسطت ان انا دخلت كلية هندسة وخدت اللقطة وخدت اللحظة الحلوة واتكيفت ان انا كافحت ووصلت لكلية هندسة. بس بعد ما بعد ذلك بقى، ما بعد ذلك ده اصلا اصعب بكتير من ما قبل ذلك، اسوأ بكتير من ما قبل ذلك، عليك هيبقى الحمل اكبر مما قبل ذلك ايا يكن انت كنت فين. مرحلة الكلية مرحلة تقيلة قوي ويبقى عليك مسؤولية كبيرة قوي، لان كل سنة بتتحسب بالسنة بتاعتها، والموضوع بيبقى اتقل بكتير جدا من الفترة اللي قبلها. تمام. فانت دلوقتي داخل اعدادي هندسة مش عارف انا عايز ايه. طيب كل سنة الاقسام التقدير بتاعها بتغير، يعني انت في اعدادي هندسة والله جبت 50%، ايه ده 50% دخلوك مدني، السنة اللي بعدها ممكن 50% دولت يدخلوك انتاج، ممكن 50% السنة اللي بعدها يدخلوك كهرباء. التنسيق الداخلي ده بيبقى متغير حسب نتائج الطلبة على كل سنة. فهتيجي تبص
هتلاقي نفسك والله دخلت ما ذاكرتش ما اجتهدتش في اعدادي، لقيت نفسك جايب تقدير تعبان، فهتلاقي اتفتح لك تخصص انت ما تعرفش عنه حاجه، ولكن انت مجبر ان انت تدخل القسم ده، فهتقعد 4 سنين تخصص في قلب القسم ده اللي انت ما تعرفش عنه حاجه، وتكتشف في قلب التخصص اللي انت مش حابه، ما بتذاكرش، ما بتنزلش كورسات، ما بتنجحش، مش عارف ان انت تحضر محاضرات لان انت اصلا مش طايق نفسك ومش طايق القسم اللي انت فيه. طب ليه كل ده من الاول يا جماعه؟ ليه تحط نفسك في ده من الاول؟ قبل ما تدخل يا جماعه، قبل ما تدخل كليه هندسه او اي مجال انت داخل عليه، اقعد يا عم كل يوم نص ساعه سرش عن الموضوع، سرش عن المكان اللي انت رايحه، اقعد يا عم شوف الاقسام اللي في القلب الكليه ديت بتتكلم عن ايه، وانت بتسرش هتلاقي نفسك والله ايه ده، مدني وخرسانه واستراكشر واسمنت وزلط، وهقف في عز الحر طول النهار لو انا مهندس مدني وتصميم وديزاين، يا عم لا ده مش دماغي. ايه ده، كهرباء، الكترونيات، مش عارف ايه، طب ميكانيكا، طب هتعامل مع ماكينات تبريد وتكييف ومش انا حاسس ان انا مايل للحته دي شويه. ايه ده، طب اتصالات، يعني هتعامل مع الالكترونيات او هتعامل مع مثلا مع الشبكات النتوركينج، انا حاسس ان انا مايل لدي شويه. هتيجي تبص هتلاقي نفسك بدات ان انت تستبعد قسمين 3 4 وبقيت مايل لقسم 2 3. تمام، انت حجمت نفسك في قسم 2 3. طيب اروح اشوف والله القسم 2 3 اللي انا شفتهم دول محتاجين مني تقدير قد ايه في اعدادي هندسه، في اقسام معينه كده بتبقى في نفس الزون كل سنه، يعني مثلا كهرباء، ميكانيكا، ايا يكن في حسب الكليه اللي انت مثلا هتبقى داخلها، هتلاقي ان في 3 اقسام 4 اقسام بيبقوا بيدوروا حوالين مثلا السبعينات، يعني عايز تجيب 70% عشان تبقى في منطقه في منطقه الامان عشان تعرف تدخل تخصص من التخصصات دي. تمام، فخلاص انا عرفت ان التخصصين الثلاثه دول والله هيقبلوا من 70%، فانا محتاج في اعدادي هندسه كده رايق اجيب ال70% دول. وفي اعدادي هندسه وفي كليه هندسه الموضوع مش سهل، يعني انا محتاج كورسات ومذاكره اول باول، محتاج انام على الكتاب، مش محتاج العب خالص السنه دي علشان ادخل القسم اللي هيريحني بعد كده 4 سنين هبقى حبه. انما هتقعد تلعب ما انتش عارف انت عايز ايه من الكليه، هتيجي تبص تلاقي نفسك دخلت في تخصص زي ما قلت لك ما انتش حابه، البس بقى، البس، مش هتعرف تغير التخصص بتاعك، هتفضل فيه 4 سنين بقى كاملين، والله اعلم بقى تقعد كمان 5 سنين فوق السنه بتاعت اعدادي، الله اعلم، لان انت اصلا عبيط وغبي من الاول. انا بتكلم على نفسي، انا القسم اللي انا فيه انا حبه وبدات احبه لان انا في مدني، بدات احبه كل حاجه، بس جيت فيه احلى منه بكتير. كهرباء احلى، احنا بنتكلم على الاقسام اللي بقى لها مستقبل دلوقتي، فانت دلوقتي المفروض تبص على نفسك بعد 5 سنين. والله انا لا، لازم تسرش، لازم تشوف. يعني لو في حد كان قاعد معايا كده القعده ديت قبل ما ادخل الكليه وقال لي لازم تجتهد في اعدادي علشان كذا وكذا وكذا وكذا، زي ما انا برسم لك كده الشجره الجميله ديت عشان تنظم نفسك، كنت دخلت في اعدادي اجتهدت. ولكن انت لما دخلت اعدادي اتصدمت مع مواد صعبة وتقيلة انت ما تعرضتش ليها قبل كده، فطبيعي ان انت هتحبط، هتنزل كورس يوم مش هتنزل 10، هتنزل محاضرة يوم مش هتنزل 10. فاحنا لولا جت كورونا يا جماعة والله العظيم الواحد كان زمانه بايت في اعدادي دلوقتي. كورونا جت خلتنا ان احنا نمتحن الترم التاني كله اونلاين من البيت ونجحونا كلنا، واللي كان جايب تقدير في الترم الاول هو اللي اتحسب له. يعني انا كنت معدي من اعدادي ده تقريبا ب 14% 15% حاجه زي كده، ودخلت مدني في الاخر لان الاقسام وقتها التقديرات بتاعتها نزلت قوي، لان انت كان بيعتمد التقدير بتاع الترم الاول مش التقدير بتاع الترم التاني. وزي ما قلت لك كنت شايل رياضه واحد، وكنت هشيل كيمياء على نص درجه بس خدتها رأفه. فليه؟ لان انت لازم يبقى عندك اساسيات قبل ما تدخل الكليه، والكلام ينطبق عليك كثانويه عامه برضو. الناحيه التانية انت لو في طالب دبلوم دخل الكليه واجتهد واشتغل على نفسه قوي 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 قوي، بيتفوق على طالب ثانويه عامه، بيتفوق على طالب ثانويه عامه، لان الموضوع في الاخر بيعتمد على مجهودك انت، مش معتمد على حاجه تانية، مش معتمد على ذكائك، بيعتمد على مجهودك. الماده العلميه اللي انت بتاخدها من الدكتور هي بالنسبه لك بتوصل لك كطالب ثانويه عامه، وهي بتوصل لك كطالب دبلوم. الفكره بقى ان انت تاخد المعلومه ديت وتروح تذاكرها وتجتهد فيها علشان تعرف ان انت تدخل الامتحان وتحل كويس. بس عرفت ان انت تعمل الكلام ده وانا متعصب جدا، تمام، عرفت ان انت تعمله قبل ما تدخل الكليه، ان شاء الله هتلاقي نفسك سهل في اي كليه بقى قدامك، هتلاقي الدنيا بالنسبه لك سهله جدا وريلاكس جدا، وهتلاقي نفسك ماشي مبسوط في الكليه وحابب الكليه وحابب ان انت تنزل الكليه. ما عملتش كده يا رب ما يبقوش بالنسبه لك 7 سنين.
بس كده، دي كانت حلقه النهارده، يا رب تكون عجبتك. ولو انا متعصب شويه ولا بتاع فيعني انا، لان انا مريت بده، مش عايزك تمر بده. بس يا رب تكون الحلقه عجبتك. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك، ولو انت مش مشترك في القناه تنزل حالا تشترك في القناه عشان يوصلك جديد اول باول. كان معاكم باشمهندس عبد الرحمن متولي، اشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. في امان الله.